دائما نقول بسم الله ما شاء الله على المنتخب المغربي. هذا دلالة على إحسان الزرع. شكرا الغرس. شكرا. العمل اللي عملته الجامعة الملكية المغربية أتى ثمار الآن من خلال هذا الجيل، والآن محفز بالنسبة لنا نحن نستفيد من هذه التجربة الممتازة والتطور. طبعا الحمد لله لما أنت توصل لنصف نهائي كأس العالم الكبار مثل ما ذكر عبد الرحمن، توصل 3 الأولمبياد، بعدين تفوز بكأس العالم الشباب، توصل دور 8 كأس العالم الناشئين، أنت فعليا ختمت الكرة. عطني منتخب عالمي الآن سوى الأربع أشياء هذه كلها مع بعض. صح التعبير بالنسبة للمنتخب المغربي ليظهر بهذه الصورة. الآن من يوقف المنتخب المغربي؟ مواصلة العمل. شتت صفر. ها؟ لا ايش قاعد يقول؟ بس صفر خلاص صفر. اللهم لك الحمد، مبروك، تستاهلون. بارك الله. المغرب مع البرازيل، برازيل افريقيا، ها؟ برازيل افريقيا وبرازيل. اقولتهم في شخص تعرفه يقول اذا ما تسمع هاي المغرب اللي يقولون هذول طاق عبد الرحمن. شكرا لك صراحه. شكرا لك صراحه. كيف احنا كيف استديونا مخرج ما يتحكم فينا، ما احنا بس اخر شيء لازم تسوي. حلوه الاحتفالات ابو محمد. اعتقد ان هذا اللي نبغيه دائما نشوفه، ان احتفالات ومدرجات المنتخب المغربي انه يتاهل ويصل. طبعا هذه كلها تتبعات الفريق الاول، تتبعات فريق الشباب، الان الوصول الاولمبي، الان فريق الوصول الى الناشئين. هذا انجاز. شوف يعني انت ما قاعد تتكلم عن فئه واحده، هذا الشغل. انت تكلمت عن اكاديميات المنتخب المغربي او دوله المغرب محمد السادس. كل هذه الامور ايجابيات من قبل اسود الاطلس، وان شاء الله القادم اجمل واجمل ان شاء الله. الامل والبراعم بعد. نعم. تطور طبعا الحمد لله لما انت توصل لنصف نهائي كاس العالم الكبار مثل ما ذكر عبد الرحمن، توصل 3 الأولمبياد، بعدين تفوز بكاس العالم الشباب، توصل دور 8 كاس العالم الناشئين، انت فعليا ختمت الكرة. عطني منتخب عالمي الان سوى الاربع اشياء هذه كلها مع بعض. المغرب الوحيد اللي سواها. المغرب حاليا على مقارنة بالعالم، ها؟ مقارنة بكل العالم. نجح بالكبار، اعطاك قدوات، صاروا قدوه لي. اذا مجتمع عربي صار لنا قدوه، يعني في لاعبين صاروا صراحه ودك انك تشوف نفسهم حراس عندنا. صحيح. فما بالك في حارس ابن البلد بدوله تملك خامات كثيره وعدد سكان كبير جداً. وهو محتاج الى كره قدم وعشقه كره القدم. فايش يصير؟ بونو مثلا شنو سبب واثر مثلا؟ اي كم اثر على حراس شباب وغيره، كم مهاريين، كلهم الميستر كلهم من داخل المغرب يعني. شكرا يعني عشان كذي افريقيا حلوه هذه البطوله اللي يسمونها بطوله المحليين وبطوله المحترفين. انت قاعد تتكلم كاس العالم، اولمبياد باريس، منتخب الشباب، منتخب الناشئين، ما شاء الله. يعني شوف هذا الحصاد. يوم تبي تحصد احصد بهذه الطريقه. احنا دائما نقول بسم الله ما شاء الله على المنتخب المغربي. هذا دلالة على إحسان الزرع. شكرا. الغرس. شكرا. العمل اللي عملته الجامعة الملكية المغربية أتى ثمار الآن من خلال هذا الجيل، والآن محفز بالنسبة لنا نحن نستفيد من هذه التجربة الممتازة. صح. التجارب ليش ما ناخذها؟ سووها قبلنا ونجحوا، بس هو صاد عنده الزاد. عنده خيارات ممتازة. اخواننا يقولون الزاد البشري. اي عنده خيارات من داخل من خارج، عنده خيارات كثيرة. المهم إحسان التعامل مع هذه الخيارات بحيث انها تقدمك بشكل أمثل اللي تشوفه اليوم. كم زياش عندهم الحين يعني هذا العود اليوم. شنو اللاعب؟ مو طبيعي صراحه. مهاجم تحدي جميل امام البرازيل اللي اصلا ايضا فريق قوي. يعني ان شاء الله ثقه بالمغرب بالفتره الاخيره، حتى على مستوى المنتخب الاول هزم منتخب البرازيل، فهذا ما صار بالنسبه لنا شيء غريب اذا صحيح. شو توقعك؟ والله اتوقع المغامره المغربيه لها ظروفها لن يقفل السطر الاخير او الصفحه الاخيره. نعم جميل. حلو سيكمل ان شاء الله. وحلو انك انت توصل لهذا الانجاز ان شاء الله، ولكن لا تقف هنا، استمر. انت قدمت هذا الانجاز لازم تستمر الى الامام. هذا دائما اللي يقول لك انت لما توصل لنقطه دائما حط هدف اعلى، لا يوقف عندك الطموح ولا توقف عندك الاهداف، لان النجاح اذا تبي يستمر بهذه الطريقه، مو بانك انت مثلا مشعل يقدم كان اعطانا دلاله على النجاح. هو سعيد العودة على مستوى كذلك استغلال الفرص واستغلال المساحات اللي كانوا كيخلقوها. فما يمكنش لنا نربطوا الاداء او النجاح ديال المنتخب باداء فردي او اداء ديال لاعب واحد، بل اداء جماعي. اولا كانت في قراءه استباقيه للمدرب، ثانيا كان تطبيق الافكار من طرف اللاعبين بروح ايجابيه، ثالث شيء هو الروح والعزيمه اللي كانت عند اللاعبين المغاربه، رابع شيء لا يجب ان نمر مرور الكرام، يجب مواجهته وكذلك ربما مناقشه الامور وتحليلها بشكل ربما اصطلاحي وبشكل كذلك واقعي. الجمهور اليوم حلقه ربما فارقه بالنسبه للمنتخب الوطني، جمهور اكيد انه رهيب،
بالتشجيع ديالو بالمثاليه. وتكلمت سابقا كاين فرق بين متفرج ومشجع. اليوم الجمهور المغربي فهو مشجع يحمل قبعه مشجع باهازيج بتحفيز بضغط تقريبا منذ بدايه المقابله. فبرافو الجماهير المغربيه اللي اكيد انه اليوم كنا في الملعب طيله اليوم تشوفها تقريبا من الساعه الثانيه من الساعه الاولى كذلك في اليوم. فهذا يعطيك انطباع اولا روح وطنيه. اليوم يوم وطني داخل البلد، يوم الاستقلال. فاكيد انه اليوم عيد ما بقاش عيد واحد، اليوم عيدين. أكيد الانتصار ديال المنتخب الوطني، الحضور ديال الجماهير المغربيه، وكذلك الروح الايجابيه اللي كانت من طرف اللاعبين المغاربه. بكل تاكيد. كابتن مجدي كنا يمكن نتكلم تحت الهواء بان المنتخب المغربي كان يلعب بالاربعه، وكان في بعض الثغرات اللي استغلها منتخب مالي في بعض اللحظات ما بين المدافعين، ولكن عرف المنتخب المغربي كيف يصلح هذه النقاط. وايضا السد المنيع اليوم لما نتكلم عن بالعروش اللي كان سد منيع بكل تاكيد امام الهجمات الماليه. صحيح دكتور. هو الهدف الثاني للمنتخب المغربي في التوقيت هذاك بالذات في اخر الشوط اعطى للفريق شخصيه وروح كبيره. لو ان الشوط وفاء 1-1 ممكن الشوط الثاني يبدا المنتخب المالي اكثر حيويه واكثر نشاط، لكن بالعكس الهدف هذاك في الشوط الاول خلى المدرب حتى نتصور انه بين الشوطين في حجرات الملابس كان الكلام على طول معناه ايجابي مع اللاعبين، واللاعبين بالهدف هذاك قعدوا وكانوا مركزين كما يلزم. الشوط الثاني اكيد كل ما تمشي المقابله كل ما نمشيو للاخر التوقيت كل ما التركيز يقل، خاصه في مثل هذه السن اقل من 17 سنه. اكيد التركيز تاع المدافعين مش يقل، واندفاع المنتخب المالي خاصه بعد تسجيل المنتخب المغربي الهدف الثالث باش يخلي المنتخب المالي يندفع الى الامام ويحاول يهاجم باكثر عدد ممكن من اللاعبين، اللي يخلي ممكن في بعض الاحيان اكيد انه لاعبي الدفاع المنتخب المغربي او لاعبي الوسط باش يقوموا بعض الاخطاء، وهذا طبيعي جدا، لكن اخطاء ممكن ما كانتش مؤثره. المنتخب المالي ما استغلش ممكن بعض اخطاء المنتخب المغربي، لانه منتخب المغرب بصراحه زاد كان عنده حارس متميز بالعروش اللي هو عنده معناها كان هو سد منيع امام المنتخب الامريكي خاصه في ضربات الجزاء في دور المجموعات. ولكن كان هناك تهيئة ذهنية، تهيئة بدنية، تهيئة فكرية، استفاقة المارد إذا صح التعبير بالنسبة للمنتخب المغربي ليظهر بهذه الصورة. الآن من يوقف المنتخب المغربي؟ مواصلة العمل. أعتقد بأن المنتخب المغربي قدم نتائج إيجابية خلال المباريات الأخيرة، لكن كل شيء سيتحدد على أرضية الميدان. أمام البرازيل المهمة صعبة للغاية، لكن بفضل جمهور رائع، نعم. بفضل دولة قطر التي تقدم كل التسهيلات الممكنة لكل المنتخبات التي تزور هذا البلد. أعتقد بأن المنتخب المغربي سيكون في القمة بإذن الله تعالى القادم أمام البرازيل. كيف تقرأ المشهد؟ صعب، لكن كل شيء ممكن هنا في أرض قطر التي هي فأل الخير علينا، ومع جمهور ومع لاعبين سيقدمون كل ما لديهم حتى آخر إن شاء الله. الحمد لله مبروك قنوات الكاس، مبروك لكل المسؤولين على قنوات الكاس الذين أعتز بالعمل معهم حبيب، واحنا نعتز بوجودك معنا بإذن الله تعالى. المنتخب المغربي أنه روحيا قتاليا كان حاضر، يعني في كل ثنائيات أبهر، خرج أشياء جد رائعة. وكرة قدم كما قال الأخ نبيل قبيل نرجع دائما للنقاط الإيجابية، أنك لو تربح صراعات راح تفوز بالمقابلة، وهذا هو الشيء اللي شفناه اليوم. انتصرت الروح القتالية على الفرديات المنتخب المالي. نعم، إذا الحمد لله رب العالمين. اليوم كان يوم حاسم بالنسبة للمنتخب المغربي. يمكن طيب كابتن المهدي، يعني احنا نتكلم عن هدف مالي كان في الوقت الإضافي، وقت قاتل، لكن شفنا أيضا الثبات الانفعالي لدى لاعبي منتخب المغرب، وهذا ما نراهن عليه دائما، الثبات الانفعالي، الحضور الذهني دائما. نعم كانت هناك تسديدة قوية أحرزها اللاعب بيرثي في وقت قاتل، أصبحت النتيجة 3-2. كان بالإمكان أن يعود المنتخب المالي، وكان بالإمكان أن ينهار المنتخب المغربي للحظات أو يفقد التركيز، ولكن كان الحضور الذهني حاضر والثبات كان موجود. لا، من بين الايجابيات دائما نتكلموا على شخصيه اللاعبين اللي ما تكونش ولا ما تجيش كذلك بالسهل. صحيح لانه كانت مؤشرات سلبيه في بدايه هذه البطوله هذه، ولكن من بعد اكتسبوا مناعه، اكتسبوا قوه، نعم. والاهم اكتسبوا ثقه بدرجه اولى. البناء ديال هذه الثقه هذه فجاء من خلال الحيثيات المهمه. اولها اليوم من يكون لاعب عندك شاب في السن ديالو 16 او 17 سنه، اول شخص يعطيه اطمئنان هو المدرب.
تعامل المدرب مع الدقائق الصعبه، تعامل المدرب من الناحيه التكتيكيه، تفاعل المدرب في اطوار المقابله. مدرب منتخب المغرب هادئ، يعطي تعليمات للاعبين بكل اريحيه، يعطي تعليمات للاعبين بكل انسيابيه، يعطيهم افكار من خلال تنويع على مستوى اللاعب، يعطيهم كذلك افكار من خلال تنشيط دفاعي دائما قريب من اللاعبين حتى تواصليا، فتلقاه ربما من بين الايجابيات ديالو هو الروح التواصليه ديالو، وهذه الاشياء هذه فهي تنقل بشكل ايجابي على مستوى اللاعبين. عجبتني شخصيه اللاعبين من بعد الاستقبال ديالهم هدف ثاني، تعامل يمكن فيه ايجابيه، تعامل فيه هدوء، تعامل فيه شخصيه كبيره يمكن مقارنه بعمر اللاعبين، ولكن جماعيه المغرب اعتبر انه كسب الرهان، لانه العمل الجماعي هو اللي دائما يعطي تاثير. يكونوا عندك عمل فردي ويكونوا عندك افراد تقدر تصنع بهم نجاحات، ولكن العمل الفردي يصنع لك النجاح المستمر وديمومه على مستوى الاستغلال الفرص. باذن الله تعالى استغلال الفرص الدائمه للمنتخب المغربي، وباذن الله تعالى كل التوفيق له امام المنتخب البرازيلي في الدور القادم دور الثمانيه. عموما مشاهدينا الكرام كانت في نفس التوقيت تلعب مباراه النمسا وانجلترا. عموما نتوجه الى منطقه المقابلات، وكان زميلي خالد العتيبي قد اجرى هذه المقابله.